سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخي عادل شاف موقف اليوم حصل معه وكلمنا بالموقف تمام، وقال إنه الشيء يوصل هذه الرسالة يعني بعض الأشخاص الذي في الموقف. خليه يشرح لكم الموقف بعدين نتكلم في الموضوع. طبعا باص مع الماشي أنا راكب فيه، وقف الاثنين طلبة طلعوا قالوا له ما فيش معنا. طبعا أطفال. أيوة أطفال يعني إيش ذنبهم؟ نزلهم. ليش؟ لأنه ما فيش معهم فلوس. لقيت أنا اضطريت أطلعهم على حسابي، بس أنا ماشي أن أنا على حسابي أقول لكم أن أنا دفعت، لا أنا أشتي أوصل رسالة بس. أي واحد موظف مع سيارة ورايح لوظيفته يشوف 3 طلبة 4 حتى لو قاطعتك، حتى لو مثلا يشتغل على الباص او يشتغل على المتر او شيء، شفت طالب شفت شيء اجي قال لك يروح للمدرسه ممكن يكون متاخر، يعلم الله انه اصلا فطر ما فطر شو رايح اصطبح ما اصطبحش، فهمت؟ فعشان كذا الرساله الذي لامست اخي عادل اليوم حاب يوصلها لكم، يوصلها للناس هذول الذي يبكروا الصباح يطلبوا الله. يعني حصلت 2 طلاب، انت باص على الماشي يعني كم بتطلع ما شاء الله ركاب، يعني ذول 2 الطلاب يمكن يجيبوا لك يعني ربي يسخر لك بعدهم كم. فتحياتنا للجميع ان شاء الله تكون وصلت.